عمال انت تقاطع في الشيبسي والبيبسي وتقول اصل انا كده بنصر اخواتي الفلسطينيين، ما اشتريش رصاص اللي بتقتلهم وحاجات زي كده. الكلام ده انت سمعته من ناس كتير جدا تقول لك ان المقاطعه ملهاش اي نتيجه ايجابيه. احب اقول لك حاجه مهمه قوي. بص يا باشا، في عام 1921 ايام الاحتلال البريطاني لمصر، بريطانيا عملت حاجه غريبه قوي، قبضوا على سعد زغلول ونفوه لجزيره اسمها جزيره سيشل. الشعب المصري عمل ثوره جامده جدا، ولكن دي بسميها ثوره الوعي. ثوره الوعي يعني عملوا ايه؟ بص يا باشا، الشعب المصري بدأ ان هو يقاطع اي بضائع انجليزيه. يعني ايه؟ مش هنشتري اي منتج بريطاني. طب ده جاب نتيجه ايجابيه؟ طبعا. ايه اللي حصل بقى؟ بريطانيا عندها الاقتصاد بتاعها بدأ ان هو ينهار جدا جدا جدا. بريطانيا قالت لك لا، عد قلبي ولا تعد رغيفي، احنا اسفين يا مصريين. بدأوا ان هم يفرجوا عن سعد زغلول ويرجعوه من سيشل الى مصر مرة اخرى. عرفت بقى ان المقاطعة ليها اهمية كبيرة جدا، وانت وضميرك. انا احمد خليفة، ودي سلسلة فيديوهات نص الحدوتة.